السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين في الدنيا. بشكر كل الناس الحلوة اللي دخلت عملت لي اشتراك في القناة وبتشجعني وبتعملي لايكات. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البسكوت بطريقة سهلة جدا، وأي ست بيت هتقدر تعمله بمنتهى السهولة ومش هيفشل منك تاني. النهاردة إن شاء الله معايا هنا هنعمل البسكوت بالسمنة مش بالزبدة، يعني دي احلى طريقه واسهل طريقه وبرده بطريقه اقتصاديه. لو انتي عايزه تعمليه بالزبده هيبقى برده نفس المقادير، بس انا هعمله النهارده بالسمنه عشان في ناس كتير ما بتقدرش تجيب الزبده. معايا نص كيلو من الزبده المتلجه او الساقعه بالشكل ده كده. هبتدي افضيها في البوله بتاعتي. هضيف عليهم 2 كوب سكر مطحون ومنخول. لازم تنخلي السكر كويس قوي عشان ميبقاش مكلكع معاكي وانت بتعمليه بالشكل ده كده. ننزل بكل كمية السكر كده. نضيف الكوباية التانية من السكر. نبتدي نضرب السكر مع السمنة كويس جدا لحد القوام بتاعها يبقى كريمي عشان تطلعي بسكوت ناجح جدا. شايفين القوام بقى عامل ازاي؟ القوام معايا بقى كريمي. هبتدي انزل معايا 4 بيضات. هنزل ببيضة واضرب لحد ما تختفي وانزل بالتانية. انزل بالبيضة التانية برضو نفس الطريقة. اخلص بيضة وارجع لكم. البيضة الرابعة والاخيرة هنضيف معاها الفانيليا بقى اللي احنا هنضيفها على البسكوت. يجي معلقة صغيرة كده فانيليا، ما تكتريش عشان ما يمررش معاكي. وفي نفس الوقت معانا برضو اسانس الحليب. هحط منه نقطة صغيرة هتديكي بقى طعم وريحة وجمال للبسكوت. هتخلي البسكوت في حتة تانية خالص. بصوا، نقطة صغيرة بالشكل ده كده يا جماعة، ما تكتروش منه عشان ما يقلبش معانا بمرارة. هنضرب وهضيف ربع كوب من اللبن بالشكل ده كده. ربع كوباية صغيرة من اللبن. متكتريش السوائل في البسكوت عشان المقادير ما تبص منك وتطلع معاكي البسكوته مظبوطه. زي ما بقولك المقادير اعملي زي ما بقولك كده بالظبط، هيطلع معاكي البسكوت في منتهى الجمال. كيلو الدقيق يا جماعه انا شايله منه كوبايه. من الكيلو الدقيق اللي انا هحطه وهعمل بيه البسكوت شلت منه كوبايه، وهضيف بداله ربع كوبايه من النشا عشان البسكوت بتاعي البسكوته بتاعتك تطلع مقرمشه وجميله وناعمه في نفس الوقت. ونحط عليها ربع معلقه من البيكنج صودا او الكربوناتو، ونص معلقه من البيكنج باودر. وهنقلب المكونات كده مع بعضيها. ده بقى بديل النشادر. عايزه تحطي النشادر حطي، بس انا ما بحبش اعمله بالنشادر كده. تطلع معاكي البسكوته مظبوطه ما بتفرش منك في الفرن، تطلع جميله وخطيره. يلا بقى نحط مكونات على الخليط اللي احنا عملناه ونشوف البسكوت بتاعنا هنلمه ازاي. دلوقتي هنزل بالكيلو الدقيق اللي احنا شايلين منه كوبايه بالشكل ده كده. وهبتدي الم العجينه بتاعتي. نلم يا جماعه، مش هنعجن عشان الهواء اللي احنا دخلناه في العجينه ما يخرجش، تبقى تطلع معاكي البسكوته هشه وجميله ومستويه من جوه ومن بره، وتطلع معاكي خطيره. نلم بقى العجينه كده بالشكل ده. العجينه بقى طالعه طريه وجميله. شايفين انا عايزه العجينه كده عشان تنزل معاكي بالكيس في منتهى السهوله. كده احنا خلاص خلصنا العجينه بتاعتنا. هنجيب الكيس الحلواني بقى ونبتدي نشتغل بيه ونشوف النتيجه معانا عامله ازاي. نجيب بقى الكيس الحلواني ومعايا القمع بتاع البسكوت اهو. في ناس كتير ما عندهاش المكنه، اتصرفي واعملي بالقمع ده، بيطلع جميل جدا واظبط بكتير من المكنه. هبتدي بقى هنا نفتح الكيس واخد العجينه. ما تكتريش عجينه في الكيس، يعني حبه حبه كده عشان ما تبقاش تقيله على ايديكي وانت بتعملي. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلي ايدك. شايفين العجينه ماشيه بسلاسه ازاي؟ تحفه. انت بقى حجم البسكوته انت بتتحكمي فيها. انت عايزه البسكوته بتاعتك كبيره اعمليها كبيره. طبعا احنا بنوسع بين كل بسكوته والتانيه.
ممكن برضو لو عايزه البسكوته بتاعتك تخينه تقلي ايدك كده بالشكل ده كده. هو ده شكل البسكوته بعد ما عملناها. ندخلها الفرن بقى على درجه حراره 180. هنسويها التسويه دي حسب رغبتك، عايزاها تبقى حمراء ومستويه من جوه ومن بره سيبيها شويه في الفرن، عايزاها تبقى اللون الذهبي الجميل ده طلعيها. التسويه دي ليكي حريه الاختيار فيها. هنعمل كمان صينيه معاكم عشان تعرفي الطريقه سهله جدا، واي ست بيت شاطره هتعرف تعمل بسكوت ده احسن منا كمان، يطلع معاكي خطير وطعمه طالع روعه يا جماعه. يعني اكيد يعني هيبقى حاجه كده وهم. وفري فلوسك، ما تشتريش حاجه من بره، اعملي كل حاجتك في البيت بنظافه. وكده كده هي نفس السعر برضو، يعني هتشتري من بره هتعملي في بيتك هو نفس السعر، يبقى هنعمل حاجتنا بايدينا احسن. ودي صينيه البسكوت بعد ما طلعتها من الفرن طالعه زي ما دخلتها زي ما خرجتها، نفس الشكل ونفس الجمال، ومستويه من فوق ومن تحت، وشايفين الرسمه واضحه وما راحتش وجميله جدا جدا بقى. ومش قادره اقول لكم على الطعم ولا الريحه، حاجه كده وهم. اجمل بسكوت عيد ممكن تعمليه. وده شكل البسكوت يا حبايب قلبي بعد ما طلع من الفرن. الشكل جميل والرسمه زي ما هي. بصي دخلت الفرن وخرجت من الفرن نفس الحجم اللي احنا عاملينه، والتسويه خطيره جدا. شايفين بقى البسكوته هشه وجميله، بتتكسر معاكي وبتدوب دوب كده في قلب الشاي. لو انت حطيتيها بتحبي تسقسيها في الشاي وتاكلي بيها الشاي الصبح او تفطري بيها الصبح، جميله جدا وهشه. شايفين كانك عامله بتفور مش بسكوت ناشف. شايفين الجمال بيتهرس في ايدي ازاي، يتهرس على طول في ايدي، جميل جدا. جربي الطريقه، متنسيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لو عجبك البسكوت. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ولسه ان شاء الله هنعمل مع بعض البيتي فور والكحك. متنسيش بقى في الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.